الخير. كابتن سيف، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ وحشني. كله تمام، ربنا يخليك. والله وانت كمان، ربنا يكرمك. ربنا يخليك. معايا كابتن احمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الزمالك. كابتن ميدو، اخبارك ايه والف مبروك. الله يبارك فيك. عامل ايه؟ انت في بلجيكا ولا في مصر؟ انا في بلجيكا دلوقتي. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. مبروك وجود لك ان شاء الله، وتبقى بدايه كويسه وموفقه مع نادي الزمالك، وربنا يكرمك. انا متابعك ومتابع الحديث امبارح، وكلام جميل، ويا رب ان شاء الله ربنا يكرمك وتبقى بدايه كويسه ليك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك. وتنقل الخبرات اللي انت اتعملت. الو، اللي يسمعك بتتكلم كده يحس ان انت عاقل جدا، انت عارف. والله العظيم انا لا بجد يعني انا عشت معاه بيتكلم في ماتش غانا. انا عايز اقول لك ان انا انبهرت لما اتفرجت عليه، يعني تدينا، التزاما، تعاملا مع الناس. لا بس جوه الملعب شمال خالص يعني راحه منه. يعني هو بيخش خط الملعب. واحد لعيب قال لك يا كابتن حسام انت حضرتك بتزعق ليه؟ انت بتعمل حاجات احنا مش عارفينها. انا دايما بقول، عارف كان في شخصيه في ماسنجر كده اسمه المزدوج، فاكره؟ هو جوه الملعب حاجه، لكن بره الملعب اكتر واحد محترم تقابله في حياتك. كابتن حسام طمنا بقى، طمنا. انا عمال اسمعك، وكلام اللي بتقوله كلام محترم جدا، ويا ريت الخبرات اللي انت اتعلمتها بره كلها في اوروبا تطبقها في مصر وفي بيتك نادي الزمالك، وان شاء الله ربنا يكرمك في المسؤوليه دي. مسؤوليه كبيره طبعا، لكن انت قدها وقدود يعني. ان شاء الله يا حسام. كابتن حسام عايزك تطمنا بقى على، يعني كان في كلام ان كابتن عدلي القيعي فاتح اتصالات ان انت ترجع الاهلي، هل بالفعل او ان شاء الله باذن الله في حاجه بره ثانيه؟ لا والله ما فيش كلام ده خالص يا سيف. ما يعني المهندس عدلي ما كلمنيش، ويعني الاهلي طبعا بيتي، ولو قررت ارجع يبقى هو هرجع على بيتي يعني. لكن لغايه دلوقتي ما فيش حاجه. مركز ان الموسم ده انهيه، وبعد كده مش عارف لسه الموسم الجاي ايه الاخبار يعني. ما ترجعش الاهلي يا عم، ما ترجعش، خليك. هرجع لك انت، هرجع لك انت. هو ممكن تكون في احتمالات يا كابتن حسام. اسمع الكلمه اللي قال لك هرجع لك انت. لا والله لسه ما فيش احتمالات. طب انا بقول في احتمالات لغايه دلوقتي يعني. لا انا عارف. الو كابتن حسام، ممكن يعني برضه ناخد وجهه نظرك في محمد صلاح النهارده رسميا في تشيلسي، رايك ايه؟ طبعا ده حاجه ببارك له عليها برضه. محمد صلاح من اللعيبه المحترمه، وربنا يكرمه، خطوه كويسه وشرفنا يعني. كان ميدو دايما هو اللي مشرفنا في اوروبا، في انديه كبيره بيلعب فيها. دلوقتي صلاح، وزي ما قال ميدو برضه لازم ندي فرصه للناس اللعيبه المصريه ان هم يحترفوا وياخدوا التجربه دي. اكيد هينفعونا بعد كده في المنتخبات، في مناصب اداريه، في مدربين لما يرجعوا ياخدوا الخبرات دي كلها من بره من اوروبا ويرجعوا. يكون ان صلاح طبعا يلعب في نادي كبير زي تشيلسي، دي حاجه كويسه لمصر طبعا، واللعيبه عظيمه يعني. طبعا. كابتن حسام ممكن كابتن حسام اتفضل. عمال تقول ايه انت؟ بلا ده بيتكلم على صلاح. ما بقولش حاجه يا حسام. انا بتفق يعني طبعا معاك في قصه ان لازم اللعيبه الصغيره بتاعتنا. وكنت بتكلم يا حسام ان نادي المقاولين دخل له بسم الله ما شاء الله 25 مليون جنيه من الصفقه بتاعت صلاح. نسيب طبعا. انا برضو كنت متابعك، كنت بتتكلم الناس اللي هي بتغالي في الاسعار في البدايه دي. طبعا ممكن جدا انت بتطلع اللعيبه دي بفلوس قليله، وبعد كده بتاخد كوميشن من اعاده البيع تاني. فدي برضو يعني الحاجه دي غايبه عن الانديه في مصر وادارتها، انك ممكن تستفاد. لو لعيب ده كويس ممكن تستفاد منه بفلوس اكتر بكتير من انت ممكن تفكر فيها تطلعه من البدايه يعني. طبعا دي نقطه يعني. الناس انت عارف يا حسام القصه دي ممكن تتحل ازاي؟ وانا الكلام ده قلته لجمال بيه علام رئيس اتحاد الكوره، والمفروض ان دلوقتي دي شغله المدير الفني لاتحاد الكوره، ان لازم تتحط ريجوليشنز او قوانين يا حسام، ان النادي ما ينفعش يطلب في لعيب اكتر من 500,000 يورو طالما انه لم يمثل مصر دوليا. سهله قوي كلام محترم يعني، قصه سهله عشان تدي فرصه، وبرده في نفس الوقت تدي
للنادي ان هو يستفيد ان هو من هو من السكند ترانسفير. وعلى فكره الفيفا بيسمح لك ان انت تستفيد كمان من الترانسفير الثالث. صح. بمنتهى الصراحه انت عندك نقله غير طبيعيه النهارده، يعني الحديث بتقدر ترحل نفسك بطريقه. النهارده بتتكلم في كميه حاجات. يا حبيبي اسمعني، دي قضيه الكره المصريه. لا طبعا برافو عليك عشان والله. كده انا بعيدا ايا كان ايه المنصب طب قبل بس ما كان معاك هشكر كابتن حسام. عايز اسالك سؤال يا كابتن حسام قبل ما اقفل، بس يعني كابتن احمد حسام دخل يعني مجال التدريب، بقى مدير فني. ممكن نشوفك في فريق بتلعب واحمد حسام مدير فني ليه؟ بلعب واحمد حسام مدير فني؟ لا كده نبوظ الفرقه، ما ينفعش. يعني لو جالك عرض ممكن تفكر فيه؟ اكيد طبعا. ميدو يعني صاحبي من واحنا عندنا 15 سنه، فيعني اتمنى طبعا العب مع ميدو في احنا نتمنى ان انت يعني ده حسام غالي ده راجل يعني من احسن لعيبه نص ملعب اللي جه في مصر. طبعا. بس خلي بالك جمهور توتنهام زعل منك ان انت رميت الفانيلا. لو رميت فانيله الزمالك مش هيطلعوك من البيت. كابتن حسام يعني بتمنى لك الحقيقه كل التوفيق. بتشرف الحقيقه ان انت معانا، يعني الشخصيات المحترمه جدا واللي انا شخصيا